مات ليلة فرحه، والفرح اتحول لميتم. الكل كان في منتهى السعادة بيسقف ويرقص بعد ما الفرح خلص. حصل اللي ما كانش يخطر على بال حد. إسماعيل محمد عبد الصمد ابن قرية سنهو مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، العريس اللي رجع من الكويت علشان يكمل حلمه، كان في قمة السعادة وهو بيحتفل بزفافه، لكنه ما كانش يعرف إن اللحظة دي هتبقى آخر لحظة في حياته. جات له أزمة قلبية مفاجأة وهو رايح عش الزوجية مع عروسته. قصة إسماعيل صدمت الجميع وكشفت إزاي ممكن لحظات الفرح تتحول إلى حزن عميق. إسماعيل عاش 5 سنين من حياته في الكويت بيستعد لفصل جديد في حياته، وبعد شهور من التحضيرات والأحلام الكبيرة جه وقت زفافه ليجمع الأحبة والأقارب في احتفال كبير. لكن وسط أجواء الفرح حصل اللي ما كانش حد يتوقعه. فجأة وبدون أي إنذار اتعرض إسماعيل لأزمة قلبية مفاجأة أدت لوفاته علشان الحزن يخيم على قريته سنهو. شيع الجنازة مئات من الأقارب والأصدقاء اللي ودعوا إسماعيل صاحب السمعة الطيبة من بين الجميع. حتى مواقع التواصل الاجتماعي تحولت إلى دفاتر للتعازي والتكريم للشاب اللي غادر الحياة في لحظة غير متوقعة. أصدقاء إسماعيل وعائلته حكوا تفاصيل مؤثرة عن الأيام الأخيرة في حياة العريس. أحد أصدقائه قال إن إسماعيل كان يشعر بشيء غير عادي ورفض تناول الطعام قبل انتهاء الحفل، كأنه كان بيودع الجميع. ورغم جهود الأطباء في مستشفى منيا القمح المركزي لإنقاذه لم تجدي الإسعافات نفعا، وتوفى وهو لابس بدلة الفرح. بوفاته تتحول ذكرى لدرس عن تقلبات الحياة وكيف يمكن أن تتغير اللحظات السعيدة إلى مأساة في طرفة عين. ويبقى إسماعيل محمد عبد الصمد مثال للشاب اللي رحل قبل إنه يعيش فرحته، لكن سيرته الطيبة ستظل محفورة في ذاكرة كل من عرفه. ربنا يرحم إسماعيل ويلهم أهله وأصدقائه الصبر والسلوان.